عرف قدماء المصريين الكون بأنه ما تحيط به الشمس، ويعبر شكل الخرطوش عن هذه الفكرة، فهو يمثل أنشوطة حبل بقاعدتها عقدة. ولكي يبين أولئك المصريون أن الدنيا كانت ملكا لفرعون، كتبوا اسمه داخل هذا الخرطوش الذي يرسم مستطيلا أحيانا ليتسع اسمه. أو استعمل الخرطوش لاسمين من أهم الأسماء الملكية الخمسة، وهما الاسم قبل الأخير المسبوق بعبارة ملك مصر العليا والسفلى، والاسم الأخير المسبوق بلقب ابن رع. وقد أصبح من السهل تمييز الأسماء بهذه الطريقة وقراءتها على الفور مهما كانت طويلة ومكتوبة بخط رديء. كما أن معرفتنا لاستعمالات هذا الخرطوش يجعلنا نفهم كيف كان مفتاحا لحل طلاسم اللغة المصرية القديمة.